جزائرية قامت بتصرف مجنون من أجله وتكره ما يحبه الجميع. من هي زوجة مدرب المغرب وليد الركراكي؟ تعرف عليها الجميع في كأس العالم فيفا قطر 2022 الأخيرة. ظهرت في الصور وكانت في ظهر زوجها وليد الركراكي في كل لحظة من لحظات كتابته التاريخ وتحوله للمدرب الأنجح في تاريخ المغرب، إفريقيا والعالم العربي. هي زوجة وليد والتي تحمل اسم أسماء، وهي جزائرية الأصل وامرأة غير عادية، قامت بأشياء لا تخطر لا على بال ولا خاطر من أجل أن تكون في المكان التي هي فيه اليوم. واليوم سنتعرف على قصتها مع الناخب المغربي وليد الركراكي. أسماء الركراكي والتي تحمل اسم زوجها حاليا، كانت تحمل اسم أسماء جيورجي قبل الزواج من الناخب المغربي، وهي امرأة جزائرية ولدت حسب الكثير من التقارير في العاصمة الجزائرية قبل أن تنتقل بعد ذلك رفقة عائلتها للعيش في العاصمة الفرنسية باريس. وهناك نشأت وعرف عليها منذ صغرها أنها كانت فتاة قوية جدا لا تبحث عن السهل في حياتها، كانت طموحة جدا حتى أن جميع المغريات لم توقفها عن تحقيق هدفها الأكبر في حياتها، إكمال دراستها. تصرف مجنون. سنة 2004 ارتبطت أسماء بشكل رسمي بوليد الركراكي، والأمر لم يأتي سوى بعد قصة حب مجنونة اضطرت فيها أسماء للقيام بتصرف مجنون لإنجاح زواجها وجعله واقعا. وحينها كان وليد يمر بأفضل فتراته الرياضية على الإطلاق، حيث كان رفقة منتخب المغرب الذي خاض نهائي كأس إفريقيا في تونس، وكان عنصرا مهما جدا في تشكيل بادو إلزاغي وواحدا من أفضل المدافعين الأفارقة في أوروبا. وحسب تقارير من موقع فابواكس الخاص بحياة المشاهير، فإن أسماء في تلك الفترة كانت تخوض دراسات في مجال الطب وكانت متفوقة في دراساتها، لكن حبها لوليد جعلها تتخلى عن كل ذلك من أجل مرافقة وليد في مغامرته الكروية والتركيز على مسيرته في الدوري الإسباني عقب ذلك.